السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بوسنيخه، وطبعا بالعسل اللي حضرت معكم اللي شاركته معكم في الفيديو اللي قبل. كنتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، وخليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات كنحتاجوا كيلو ديال الطحين فورس مغربل، وخماره ديال 8 غرام، ساشي ديال الفاني، ربعة ديال الزبده. انا استعملت زبده سونطرال، يمكن لكم تعوضوها بمارغرين. نصف لتر ديال الحليب، كاس ديال اللوز، يمكن لكم تعوضوه بكاس ديال الزنجلان، معلقه كبيره ديال النافع، ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه، معلقه صغيره ديال القرفه، راس معلقه صغيره ديال الملحه، 4 المعالق كبار ديال الماء الزهر، وجوج معالق كبار ديال الخل ذوبت فيهم ماء زعفران شعره. هذه هي المكونات. دابا غادي ندوزو باش نخلطوا العجينه. في قصريه كنوضعوا النواشف كامله اللي ذكرت معاكم، وكندوبوا الزبده، كنرملوا بها العجينه في الاول، ومن بعد كنضيفوا نصف لتر ديال الحليب اللي كنكونوا دفيناه شويه. والعجينه طبعا كتكون قاصحه باش تساعدنا في فاش كنشكلوا الخيوط ديال البوسنيخه. ومن بعد كندوزو كنشكلوها على شكل كرات كيف ما تيبان لكم. كنوضعوهم في بلاستيك حتى يرتاحوا شويه، تقريبا واحد 10 دقائق. ومن بعد كناخذوا واحد الكره كنطلقوها بالدلاك وكنربعوها بحال مسمنه كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. من الاحسن كنديروا هاد الطريقه باش ما كيضيعوش لينا الخيوط ديال البوسنيخه فاش كنشكلوها، كيجونا الخيوط متساويين. صافي من بعد ما كنشكلوهم على شكل مربعات كناخذوا الاولى فيهم كنطلقوها بالدلاك وكنقطعوها على شكل اشريطه باش كتجينا سهله فاش كندوزوها في آلة التوريق. المهم كل واحد والطريقه ديالو بالنسبه للآلة. انا كندوزها في النمره 2 النمره 6 باش كنحصلوا على اشرطه مورقه. كنرصوا عليهم الطحين باش ما كيلتصقوش. صافي من بعد كندوزوهم من الجهه اللي كتشكل لنا السباكيتي. كنقادو هذوك الاشرطه صافي وكنبداو نشكلوا القياس اللي بغينا. صافي من بعد كنقطعوا نوضعوه في اللاطه. من بعد ما كنكملوا الكميه كامله صافي كندوزو باش نقليوها في واحد المقلاة اللي تكون ثقيله شويه. كنوضعوا فيها الزيت حتى كتسخن صافي وكنبداو كنقليوها على نار تكون هادئه باش ما كتخطفش لنا في الطياب وطيب مزيان من الداخل. ومن بعد كنعسلوها اللي وجدناها كنوضعوها في العسل تعسل مزيان وكنصفيوها. صراحه العسل اللي حضرت معاكم ديجا في الفيديو اللي قبل
صدق زوين في المعسلات، سواء بوشنيخة أو الشباكية، كيبقى ثابت عليها. وهذا هو الشكل النهائي ديال البوشنيخة. كنتمنى تعجبكم، ان شاء الله تجربوها. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.